اهلا وسهلا بكم. ايه هو ضمور العصب البصري وهل ليه علاج ولا لا؟ اولا كلمه ضمور هي كلمه خاطئه شويه، والاساس اللي احنا بنقول هو ضعف او مشكله في العصب البصري. اذ ان كلمه ضمور يعني في اساءه لاستخدام شيء معين، فعشان كده حصل فيه ضمور. زي ما احنا بنقول العضو الذي لا يستخدم يضمر، بس ده مش الموضوع في العصب البصري. طيب خلينا نسيبنا من التسميه ونقول ان ده ضعف شديد في الالياف او الخلايا العصبيه البصريه اللي ماشيه في العصب البصري، واللي بتنقل الصوره من العين للمخ. والعصب البصري بتاعنا عباره عن كابل كبير اللي هو باللون الاصفر ده. الكابل ده ماشي فيه كابلات مليون ومئتين ألف كابل أو سلك، بينقلوا الصورة، بينقلوا البيانات البصرية من الشبكية لحد ما بتوصل في المخ. وده المسؤول عن نقل الصورة، الألوان، الكونتراست أو التباين بتاع الألوان، وإن أنت تشوف كويس. وده بيعتبر المشكلة النهائية لأي حاجة في العصب البصري. ده ممكن يكون حاجة وراثية، طفل مولود لا قدر الله عنده مشكلة مش بيشوف، وده من الصفر. او حاجه حصلت بعد كده، واحد اتخبط، واحد جه التهابات في العصب البصري، واحد لا قدر الله عنده ورم وضغط على العصب البصري، واحد عنده ميه زرقاء وموتت كل الخلايا العصبيه اللي موجوده في العصب البصري. طيب الاعراض بتاعته بتبقى ايه؟ والله لو طفل فهو للاسف بيكون عليه اعراض عدم الرؤيه، ما بيكونش بيشوف، ما بينتبهش. الاهل بيعرفوه، بنكشف عليه وبنعرف بشكل معين هوريه لكم، بيكون شكل العصب البصري باهت على عكس الصوره الطبيعيه. هحط لكم الاتنين فوق بعض. الحاجة التانية في المراحل الأولانية مش بيكون في فقد كبير في البصر، بس ممكن يبدأ يحصل حاجات بسيطة زي مثلا عدم القدرة على تمييز الألوان، ضعف في الألوان، ضعف في إن أنا التباين أو تمييز الألوان الفاتحة ما أقدرش إن أنا أشوفها. حاجة تانية مثلا إن مجال الإبصار بتاعي يبدأ إن هو يتأثر. يعني مثلا حتة معينة من المجال ما بقاش أنا شايفها، فواحد يجي يقول لي مثلا يا دكتور لما حد بيجي لي من الناحية دي ما ببقاش شايفها. لما ببص على وش واحد نصه التحتاني أو الفوقاني أو الشمال أو اليمين مش ببقى شايفه كويس. الحاجة الأخيرة وهو التأثير على البصر، وإن أغلب الخلايا البصرية اللي ماشية في العصب البصري بتفقد وبتموت، فالنظر بيفقد جدا. هل في علاج للموضوع ده؟ للأسف لا. مفيش، زي ما قلنا قبل كده، نقل العصب بصري. مفيش واحد يقول أنا هجيب من واحد متوفى عصب بصري وأنقله وأزرعه مكان العصب التاني. ده تخيلوا عصب جواه مليون ومئتين ألف سلك، هنلحمهم إزاي في بعض؟ فنظريا للأسف مفيش لسه أي حاجة تستبدل العصب البصري. دورنا إن إحنا نكشف ونحاول ان احنا نعمل وقايه لكل الامراض اللي احنا ذكرناها قبل ما تعمل مشكله كبيره في العصب البصري ونوصل لمرحله الضمور. كان معاكم دكتور محمد جودة، اتمنى اشوفكم فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.